هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. هسه اني رجعت لكم بهذا الفيديو الجديد بعد ما اني صار لي فتره انه ما صورت لكم. اعذروني بس كنت تعبانه واطفال مدرسه وتعرفون برد وشتاء، فما لحق مرات اصور. فهسه صورت لكم هذا الفيديو الحلو، واتمنى من الجميع يعني اللي يشاهدوا الفيديو للنهايه. وهسه راح نبدي بالفيديو. وهنا أنا أقول لكم صباح الخير يا حلوين. هنا أنا أول ما قعدت الصبح من النوم، أنا عاجنة من البارحة ودا خبز وعطل عندي التنور، فايش قلت ايش راح اسوي؟ لازم اسوي بيه صمون ونسوي لفات. فهنا اول شي يعني شفت العجين، هنا دهنت الصينية ورشيت لها طحين، وهنا قطعت العجين بهذا الشكل حسب انتو المقاس تحبون. ان هو صغار راح يكبر، وهاي العجين خليتها راح اسوي بيها فطاير. وهنا هاي الصينية الثانية مثل مو شايفين، هاي كم قطعة راح اسوي بيهم فطاير للريوق، هم راح اشارككم وياي. هنا فجيناها هيجي صغار، وراح نقليهم بالدهن ونتريق بيهم. طبعا هنا أنا عندي اصور بايد وعندي اسوي بايد، وتكاسلت اروح اجيب الستاند مالت التصوير حتى اصور لكم بيها. فمن كسلي قمت اصور بايد واسوي بايد ثانية. يجوز التصوير عندكم يطلع شوية مثلا حركة او شي، فلذلك انه اني ماسكة بايد واسوي بايد ثانية. بس ادري بكم هسه مشتاقين الفيديوهاتي، لان صار لي فتره انه ما مصورت لكم فيديوهات حماس. ادري انه اني هملت القناه شويه، يعني مو والله مو شويه، هواي هملتها، لان صار لي فتره يعني ما منزله فيديوهات خلاص نهائيا ومصوره. فهذا الشيء ادري انه ينزل يعني من القناه وماكو تفاعل بعدين يصير. فأتمنى يرجع التفاعل، وراح أرجع أصور لكم فيديوهات أكثر وأكثر بعد أحلى. مثل ما شايفين هاي الفطاير الشهية اللذيذة، هسه مثل ما شايفين شلناها من الدهن خليناها بالصحن. واو شكلها يشهي. وهاي الثلوخ همين نشيلها. طبعا هذولا بالريوق العصرونية تسوون منها، أي دايما تخبزون اسوي لكم عجينة شوية تسوون منها كلش طيبات، ويا لبن وطحينية تخبل، أو ترشون فوقها عسل مربى كلش طيبة. وهنا سوينا الشاي، هسه هم راح نفرغ لنا شاي. وهنا أنا أقول لكم سهمكم العافية حلوين، نتمنيناكم ويانا. خلينا ناخذ الفطاير ويا الريوق. طبعا أنا حضرت الريوق قبل ما أصور لكم، بس الفطاير سويتها وياكم. وهاي هنا هسه جبنا الشاي. طبعا مراد ما ينتظر، بس يريد ياخذ الشاي يشرب، شراب شاي باو انا سحبه منه هو ياخذه. وهاي هنا مثل ما شايفين العجينة عندنا تضاعفت حجمها واختمرت. حسب انتو تحطونها 3 ساعات 4، حسب يعني فراغكم تخلونها ايش قد تخلونها، يعني ايش قد هي راح تتخمر وتطلع زينة وياكم. هنا دهناها شوية ببيض وراح نرش فوقها سمسم تنطينا هيك شكل حلو. وهنا همينة جبت السمسم، تعرفون ماسكة التليفون بإيد وأصور بإيد ثانية، يعني أشتغل بالإيد الثانية. فبس هيجي جبت العلبة وفرغت أرش فوقها. طبعا هذني يصمون كلش بسيطة وكلش طيبات، يعني خاصة باللفات تسوون بيها. إذا تسوون بيها برجر أو تسوون بيها يعني شاورما عادي، يعني سويت بيها شاورما طلعت لذيذة كلش طيبة. رادوا انه اسويهم برجر، بس ما عندي، ما رحت للماركت واشتريت لهم حتى اسوي لهم، فقلت خليني اسوي لهم مال دجاج. هم نغير شوية لين تصير همينة كلش حلوة وطيبة. فهمينة سويت لكم تتبيلة مالت الدجاج كلش طيبة، يعني اذا جربتوها اكتبوا لي بالتعليقات ابد ما تندمون. هاي التتبيلة لذيذة يعني جدا، يعني تسوي تنطي لللفات طعم كلش طيب. وهاي هنا صينية ثانية هم نرشلها سمسم. وهسه ننتقل للتتبيلة مالتنا. هنا التتبيلة انا ايش حطيت؟ حطيت لبن ومعجون ودبس الرمان وحمض وملح وش اسمه وفلفل اسود. اذا عندكم بهارات دجاج تخلوا لها شوية وياها حتى تنطيها طعم طيب، وملح وفلفل. وهاي اهم شي الحمض والثوم المهروس
وياها تخلون ومعجون ولبن، اهم شي تحطون لبن وياها حتى تصير يعني هيجي ما تخليها تتحمص وتصير هيك يعني ما ادري، بس اعرف تنطيها نكهة طيبة يعني تصير بيها بالشاورما اللبن والثوم مهمين بيها. وهنا عندنا صمون، هاي بعد ما خلصتهم مو شايفين. وهسه راح نفتح الصمون كله حتى من نحشي هو مفتوح. طبعا هو صمون كلش طري، هسه راح تشوفونه وداخله كلش طري، يعني ما اقدر اوصف لكم، سووها جربوها وتعرفون. شايفين ايش قد طرية. طبعا هنا اني ما قدرت اصور، رحت جبت الستاند مالت التصوير، قلت كفي كسل جبتها وحتى اصور لكم وياكم، لان ما قدرت افتح بايد واصور بيد ما قدرت. فهنا هاي شاين صورت فتحتهم بهذا الشكل. شايفين ايش قد طرية. وهسه هنا راح ننتقل للطبخ. هنا راح نقلي البطاطا بالجدر، وهنا راح نخلي الطاوة ونحط الشاورما بيها، راح نخلي بيها زيت ونخلي الشاورما. وهاي هنا هسه راح نفرغ الشاورما. وراح نقلبها. وهاي هنا هسه راح نخلي البطاطا بالدهن، طبعا نغطيها شوية حتى ما يطفر الدهن علينا، ونرجع نفتحها ونخليها حتى تتحمص عندنا بس شوية على مود ما يطفر. نسد القبض وبعدين نفتحها بهذا الشكل نقلبها. وهنا هسه بعد ما طلعت ريحتها اللذيذة واللي تشهي، وهذا شكلها اللي يعني اللي حلو. وهنا البطاطا عندنا طبعا هي طعمها كلش طيبة. وهنا شو سوينا طماطة، سوينا جزر خفاف، يعني هيك شرايح خفيفة حتى نحشيهم وياها. إذا عندكم خيار تخلون بمكان الجزر هم طيبة تصير، أو خس تحبون، معدنوس، بقدونس، تنطيها طعم طيب. وهسه راح نبدي نحشي اللفات، وبهاي الطريقة راح نخلي الشاورما ونرجع نخلي البطاطا ونخلي الجزر والطماطة. وشوفوا ايش عندكم يعني اضافات تحبون تضيفون وياها ضيفون. هاي يعني اللي متوفر عندي بالبيت سويته وياكم وحشيتهم، فاللي عنده يعني يسوي، يعني لفات بسيطة وسريعة. طبعا الشاورما والبطاطا قليهم ما ياخذ من عندنا وقت طويل، كلها شوية وبيخلصوا يعني يصيرون بسرعة. وهاي هنا اني بعد ما خلصت مثل ما شايفين يشهون اللفات. ولهنا انا اقول لكم حبايبي مع السلامة، نلتقي